حبايبي كان لازم اعمل كده. سيبت الساسو مع البلدي مع الرومي. بصوا حتى اما اقرب لكم، بص اهو بالصلاة يا حبيبي المصطفى. الواحد اتلخبط دلوقتي مبقاش عارف شكل الساسو من البلدي. ايه رأيكم؟ بصوا بصوا الساسو بقى عامل ازاي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بفضل الله ثم بفضل الوصفات اللي الواحد بيعملها. بصوا الرومي، تابعيني فيديوهاتي الجاية وهخليك تربي. انا هجيب تاني ان شاء الله كتاكيت ساسو وكتاكيت بلدي، واللي عايز يربي رومي يلحق يجيب دلوقتي. هتبقى معاه ان شاء الله الفترة الجاية حلوة. خلي بالك الرومي بيكبر بسرعة. بصي بربيهم كلهم مع بعض اهو مفيش حد احسن من حد. بلدي مع ساسو مع رومي، الحمد لله رب العالمين بفضل الله. اهو بصي اهو. ليه بقى اضطريت اسيبهم مع بعض؟ علشان الدنيا ضيقت عليهم، والطير لازم يبقى الدنيا بارحة معاه، يعني توسعي له. لان الطير في الحر لو العشة اللي عندك بتاخد 10 فرخات مثلا، تحطي 5، لان الجو حر وزنقتهم مع بعض دي خطر جدا، وهتخليهم ينتشوا ببعض. تمام، تلاقيهم كده قعدوا ينقروا ببعض، وتلاقي في دم نزل فيستطعموا دم بعض، فتلاقوهم يقعدوا ياكلوا ببعض على طول. فعايزه اقول لك ان لو المكان ضيق لازم توسعي زي ما انا عملت كده بالصلاه. حبيبي مصطفى، تابعوني في فيديوهاتي الجايه.